ابدا من عند الكابتن سعيد عبد العزيز. المنيا النصر للتعدين وفوز مستحق، ونقول مبروك لمجلس اداره نادي المنيا والمدير الفني للمنيا اللي قاد هذه المباراه المحترم الكابتن محمد عبد المجيد بيبو. يا ترى مؤقت ولا هيسيبوه؟ الله اعلم. يعني هو طبعا في البدايه الماتشات كلها بقت صعبه جدا طبعا في المجموعه. يعني انا بس هرجع ورا شويه. ان نظام المسابقه يعني خلى الموضوع فيه توتر جامد جدا. فيه ايجابيات وسلبيات. ايجابياتها يا كابتن رمضان كابتن احمد ان انت اخدت فتره كبيره قوي كمدير فني، فتره اعداد، عملت ماتشات كتيره جدا، استقريت على الفريق اللي هتخوض بيه الماتشات. فبالتالي احنا كنا بنتكلم على لو بنقول مثلا فتره الاعداد شهر، بناخد مثلا من 4 ل 6 اسابيع، وبعد كده بنستنى لسه اللعيب بعد 4 5 ماتشات هنخش على الحته البدنيه والذهنيه على ما تكمل. لا اللعيبه دلوقتي داخله كامله بالظبط. فبالتالي في فتره كافيه فتره كافيه يا كابتن جدا ان انت تحط كمان سكور وتعمل تظبط امورك. فبالتالي اللعيبه داخله يعني هنقول 100% كامله بدنيا ذهنيا. فبالتالي الماتشات كلها معظمها تعادلات. توقعات اللي حضرتك بتقولها معظمها بتيجي مش مظبوطه، لان في فرق بتلاقيها ضغطه جدا زي ما كابتن رمضان بيقول 70-30، لكن ممكن كره تروح لا بس انا توقعاتي معظمها صح. ما احنا طبعا بس خد بالك عشان بس يعني ااكد لك بفضل الله بفضل الله من الاسبوع الجاي ده التوقعات معظمها هتبقى. طب ما انا توقعت سبورتنج هيفوز على المجد. دي حقيقه. طب ما انا بقول لحضرتك بس ما توقعتش رحيل ابو الهلال. طب اقسم بالله انت قلت له اقسم بالله يا استاذ عبد الناصر انا كنت مفوقه كده. لا احنا ادينا يعني انا عندي اخطاء. هنيجي للمباراه دي ما تقلقش. اتفضل يا كابتن سعيد. فانا بتكلم في حته ان اللعيبه كابتن رمضان الفتره دي صعبه جدا، بقى اللي مضغوط فيها المدير الفني. نظام المسابقه خلى اللعيبه هي مستريحه، انت بتلعب مش مضغوط، المدير الفني دلوقتي اللي بقى مضغوط. فبالتالي انا كل ماتش انا عايز اكسب، عشان للاسف احنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا. تمام. للاسف بتتحكم دلوقتي في اعراض، بتتحكم دلوقتي في مديرين فنيين يمشوا او ما يمشوش للاسف. بالظبط. فين الادارات وفين الاستقرار؟ قبل كده نظام المسابقه كان 3 فرق بيبان جدا يا كابتن، من الاسبوع السابع الثامن فرقتين 3 بيطلعوا ينافسوا والباقي خلاص. هل تنصح المنيا في النص كده والباقي؟ كابتن سعيد هل تنصح المنيا بان الكابتن محمد عبد المجيد بيبو يكمل؟ انا مش ادرى واحد بالمنيا يعني. انا ما اعرفش ظروف المنيا عشان بس ما احكمش عليه. النهارده هو كسب بالنسبه لي، هو مدير فني شاطر. الفرقه كانت ماشيه مش كويس، النهارده مكسب، ده مدير فني شاطر. انا بتكلم على الورق، لكن هم ادرى الناس بفرقتهم. بدوي عاشور احرز هدف المنيا من ضربه جزاء، وكان موجود في هذه المباراه المبدع صديقنا العزيز محمد ابو العلا، ومعاه صديقي العزيز محمد انور وعبد السلام برغوت مراسلا. نشاهد هذا التقرير. بدوي ياخد القرار من حكم اللقاء. بدوي عاشور داخل بدوي وهوبا الحمد لله مكسب ال3 بونت مع فرقه محترمه زي النصر للتعدين. يمكن سبق ليا لقاء معاها في اول الدوري، كنت مع فرقه طميه ولعبت الفرقه دي كويس جدا، ويعني الحمد لله ربنا كلل تعبنا ب3 بونت. كنا في امس الحاجه لل3 بونت عشان تبقى هي دي ان شاء الله هي دي البدايه. فريق المنيا فريق كبير وفريق عظيم، ومش مكانه الطبيعي انه يكون في اخر الجدول او في المركز ال13. ان شاء الله دي البدايه، وده اللي احنا تعهدنا عليه جوه ان شاء الله مع الجهاز الفني ومع المجلس الاداره المحترم، ان دي البدايه ان شاء الله بتاعتنا. ودينا شغالين بشكل كويس الحمد لله، بنتعب بنظبط احمالنا سواء البدنيه او الفنيه. الحمد لله رب العالمين. انا بشكر ربنا. يعني انا برضو بلاعب فرقه ظروفها صعبه جدا، يعني فرقه مش في مكانها الطبيعي ولا وضعها الطبيعي. المنيا فرقه كبيره وفرقه كويسه،
وعناصر كويسه. انا قلت الكلام ده قبل كده، قلت للاعيبتي الماتش ده اصعب ماتش هيعدي علينا الفتره دي، من اصعب الماتشات اللي عدت في الدوري الفتره اللي فاتت، لان الفرقه يعني ده مش موقفها الطبيعي ولا موقف المنيا، فعلشان كده كان الماتش صعب جدا. وكان ماتش انا كنت مقفل الجيم يعني لدرجه ما، لكن الحمد لله رب العالمين الجون يمكن جاء من ضربه جزاء لمست في ايد حسام هريدي، فلكن الحمد لله رب العالمين برضو اللعيبه مش هي دي الروح بتاعت لعبتي ولا دي القتال اللي احنا بنقاتله. المنيا كان بيقاتل اكتر مننا وكان عنده اصرار اكتر مننا، علشان كده ربنا اكرمهم ب3 بونت. بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني كله معايا، والله الناس تعبت، كابتن وليد وكابتن جمال سالم والاداريين كابتن والدكتور احمد، بامانه المعد فرق معانا في البدني بتاع اللعيبه، واقفين على رجليهم النهارده، ويعني وبشكر مجلس الاداره اللي ادانا الثقه. والله احنا الاسبوع ده اشتغلنا على الروح اكتر مننا فنيات، احنا اشتغلنا على شويه جمل والحمد لله طبقناها برضو في الملعب بصوره كويسه. اللعيبه كانت واقفه على رجليها وكان في تنفيذ لكل التعليمات اللي احنا بنقولها، وفي النهايه وفي الاول ده توفيق الله سبحانه وتعالى. والله العظيم الحمد لله يعني على المكسب، كنا محتاجين المكسب ده جوه عشان تبقى بدايه خير لينا ان شاء الله. ده مش مكاننا، بس ان شاء الله كده ربنا يكرمنا الفتره الجايه تبقى بدايه خير لينا وللجهاز الفني ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه للنادي المنيا. الحمد لله احنا تعبنا والله النهارده وربنا كرمنا الحمد لله، و3 بونت مهمين جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. وحابب اشكر واخويا عمرو نور عوده حميده، ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. الحمد لله على المكسب، والف مبروك لجمهور نادي المنيا وللجهاز الفني. تعبنا كتير والله، والفتره اللي فاتت ما كناش موفقين، بس الحمد لله تعاهدنا كتير، وده البدايه لنا ان شاء الله. الحمد لله دي بدايه لينا ان شاء الله. الفتره اللي فاتت ما كانش فيه توفيق خالص، كان محلفنا سوء توفيق طبعا الفتره اللي فاتت. الحمد لله 3 بونت النهارده وقفونا على رجلينا، وان شاء الله تكون بدايه الفرقه دي ان شاء الله. من فرحه منيويه داخل استاد جامعه المنيا، كان معكم محمد ابو العيله ومحمد انور لقناه الشمس برنامج كره بلدنا.